في كلاشات كتيرة منتشرة في المجتمعات المصرية والعربية، محتاجين نصلحها سواء بالإيجاب أو بالسلب. منها ما تيجي أقول لك دي بطيخة مقفولة، يلا بينا يلا بينا. أمي وأمك، أمهاتنا جميعا دايما بيقولوا أو كانوا بيقولوا لنا دي بطيخة مقفولة يا ولدي. لما تكون داخل على موضوع ما انتش عارف كده هيمشي ازاي، يعني هيبقى زي الفل ولا هيبقى مش أحسن حاجة يعني. وهتلاحظ ان الموضوع ده مربوط دايما بالجواز. لسه بدور على عروسه، بس الموضوع ملوش علاقه باللي انا بقوله دلوقتي. فيقول لك هتطلع حمرا ولا قرعه. ودايما في البطيخ بنضرب كده السن بالسكينه او نخبط على البطيخه. دايما في حاجه بنعملها عشان نعرف البطيخه خبرها ايه. لكن انا دايما بنصح ان احنا نشوف موضوع البطيخه ده، لان في مقدمات، والمقدمات دايما بتدل على نتائج. ودي مش بطيخة مقفولة ولا حاجة، دي بطيخة مش مقفولة. بطيخة ممكن نعرف هي هتفتح بينا على ايه، هتودينا على فين. اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.